انا ببدا يعني بكل الحاجات اللي انا عملتها الحمد لله، يعني شيخ العرب همام والحاره. يعني انا مبسوط من رد فعل الناس عن جابر في شيخ العرب همام، مبسوط عن عبد الله في الحاره. انطباعات كويسه الحمد لله، فده شيء كويس. يعني الواحد بيشتغل عشان يسمع كلام كويس، فالحمد لله يعني الكلام كويس كتر الحمد لله يعني. طب كلمني عن دور جابر. كان فيه شويه كوب خيل، وكان فيه غنى، وكان فيه شخصيه قطع الطريق اللي فجاه بقى رومانسي. يعني قول لي جبت الشخصيه، حضرت للشخصيه دي ازاي والله هي شخصيه متعبه جدا يعني، وصعبه وفيها متناقضات كتيره جدا شخصيه جابر في شيخ العرب همام، وخدت مني مجهود كبير، ولسه لغايه دلوقتي انا فيه. يعني انا لسه هصور لغايه يعني اواخر رمضان. انا لسه يعني عن تصوير بكره والايام اللي جايه ان شاء الله يعني. وبنحاول يعني ان احنا نسعد الناس، ويعني من اول الورق لعبد الرحيم كمال لغايه حسني صالح المخرج، لغايه طبعا وجود النجم الكبير الاستاذ يحيى الفخراني. كل دي عوامل خلتني عايز اشتغل التجربه ديت، عايز اعمل التجربه ديت، فان شاء الله تبقى حاجه كويسه وانا شايف ان انطباعات كويسه الحمد لله يعني. هي شخصيه جابر شخصيه حقيقيه؟ يعني مش عايزين بقى نخوض في الحقيقي او مش في الحقيقي، يعني تعال نتفرج على العمل ككل، وان هو عمل ناجح الحمد لله لغايه دلوقتي. يعني في الاستفتاءات هو واخد مراكز متقدمه جدا، ممكن يكون الاول اصلا يعني. فانا مبسوط جدا ان انا شغال في العمل ده يعني. طب كلمنا عن دورك في مسلسل الحاره. الحاره ده من اعز الادوار لقلبي اصلا. انا حاسس ان انا يعني حاسس ان انا ماشي في يعني اسلام يوسف عامل ديكور تحفه. اول ما تخش الحاره تحس ان انت جوه الحاره خلاص. سامح عبد العزيز مخرج، يعني انا مبسوط اني اشتغلت معاه، يمكن اول مره نشتغل مع بعض. قد ايه احنا مبسوطين جدا. احمد عبد الله عملت معاه في بدايه حياتي فيلم عبود على الحدود، وبعد فتره كبيره بنعمل مسلسل الحاره. مش عارف اقول لك انطباعاته عامله ازاي في الشعبي مع الناس البسطاء، يعني حاجه عظيمه جدا 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 يعني. فالحاره من اقرب الادوار لقلبي يعني. اخبارك السينمائيه ايه؟ انا الحمد لله دلوقتي بعمل يعني البطوله المطلقه الثانيه ليا الحمد لله من خلال فيلم رد فعل، وان شاء الله يعني هستكمل تصويره بعد العيد. والفيلم ده اخراج حسام الجوهري، تاليف الاستاذ وائل ابو سعود وايهاب فتحي، وان شاء الله يبقى حاجه كويسه جدا. ومعايا في عمرو يوسف، يعني احنا كنا مع بعض في ملعب حراميه، وانا بستمتع بالشغل مع عمرو يوسف. يعني ممثل جميل جدا ومجتهد جدا. في حوريه فرغلي، وفي استاذ محمود الجندي، وفي مجموعه كبيره جدا جدا من الممثلين عظماء يعني. ممكن نكون طماعين وتقول لنا شويه تفاصيل عن الدور؟ والله الفيلم ده يعني فيه شويه سسبنس كده، شويه جرائم غامضه ما حدش عارف هي رايحه فين جايه منين. فان شاء الله يعني مش عايز احرقه لكم، بس هيبقى حاجه مهمه جدا، ويعتبر من اصعب الادوار اللي قابلتها يعني، وانا حابه جدا، وان شاء الله يبقى حاجه كويسه باذن الله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، وان شاء الله يبقى عيد مبارك علينا كلنا، على الامه الاسلاميه كلها يا رب العالمين ان شاء الله. وبشكركم جدا، وبشكر حضوري معاكم، ويا رب يبقى في تواصل ما بيننا كده على طول. محمود عبد المغني.